طب فعلا تم ايقاف حميد وقتا ما في الفتره دي؟ الفترة بقى الإشكالية الكبيرة بتاعت نقابة الموسيقيين وقتها وحميد الشاعري، هي اتقال فيها كلام كتير، لكن السبب اللي نقابة الموسيقيين وصلت له الآخر إنه حميد الشاعري ما كانش مسدد الاشتراك بتاعه يعني كذا سنة يعني، فوقفوه عن العمل. طبعا ده أنا عارف إنه في خلفيات وتفاصيل أخرى، إنه كان في بعض المنتمين لنقابه الموسيقيين وهم موسيقيين كبار كانوا شايفين ان حميد هيأثر على دور الموسيقي نفسه، انه استبدل الموسيقي بالآلات الإلكترونية. وده حقيقي انعكس بعد كده في شغل حميد، انه بعد فترة الإيقاف اللي بالمناسبة هي ما كانتش فترة طويلة جدا، الموضوع ما خدش من 6 شهور لسنة، لكن حميد بالغ اعلاميا في توصيف فكره الايقاف يعني، والموضوع اتلم، وفي نفس الوقت كان بيشتغل مع ناس تانية بره مصر، عمل الحان وتوزيعات لفنانين مش مصريين. لكن هل هو اشتغل مثلا باسم مستعار ولا كان بيشتغل شغلانات مثلا ما بيتكتبش اسمه عليها او كده؟ قيل وقتها انه حميد كان بيشتغل يعني بيعمل توزيعات لموزعين اخرين اسمهم بينزل عليها، لكن انا بالبحث والتدقيق بشكك شويه في النقطه دي. لكن المهم انه اللي يثبت انه المساله كانت نوع من تحجيم للتجربه، انه حميد لما رجع كانت هويته الموسيقيه او افكاره الموسيقيه بتعتمد على الات حيه زي خطوط الوتريات والكمانجات والحاجات دي. لما رجع حب يغير ويميل للمزيكا الشرقيه اكتر، فعمل موضه جديده، انه في التسعينات تحديدا او من نص التسعينات بدأنا نشوف آلات موسيقية في أغاني بيوزعها حميد الشاعري زي الساكسفون والخطوط الوتريات. لو تحس المرحلة دي زي اغاني ايه مثلا؟ عايزه افهم يعني ما بلاش نتكلم في الماضي لعمرو دياب، كل شغله مع علاء عبد الخالق مثلا في مكتوب، الافكار مع ذكرى لما اشتغل وعمل لها يا هاجري، وغيره كل الفنانين اللي اشتغل معاهم بدأ حميد يعمل ميكس ما بين الموسيقى الإلكترونية وصبري عليك طال، يعمل ميكس ما بين الموسيقى الإلكترونية وما بين الآلات الحية الشرقية. وده اللي بيأكد فكرة إنه نقابة الموسيقيين كانت بتتلكك لحميد الشاعري وقتها، إن هم عايزين يوقفوا تجربة إنك بتعمل موسيقى إلكترونية. الأزمات اللي احنا بنمر بيها دلوقتي من مطربين المهرجان هي مش جديدة، هي من زمان يعني هي نفس الحاجة تقريبا. دايما عندنا إشكالية إنه في أجيال بترفض أي شيء جديد. أنا لازم أتقبل الجديد، مش أتقبله بمعنى إن أنا أخده زي ما هو ووافق عليه، بس فكرة إن أنا أمنع، إن أنا حارب، إن أنا هاجم. طب ما تستوعب، شوف صاحب التجربة عايز يقول إيه. والله لو فنه فن جيد، فن هيفيد الناس، هيمتع الجمهور، بس مصنوع بشكل جيد ومحترم، اهلا وسهلا. طب انا مش قادره افهم برضو لغايه دلوقتي ايه سبب الاتهام او ايه سبب الايقاف. يعني مثلا احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على اغاني مهرجانات، البعض بيقولوا انهم بيقولوا الفاظ مثلا ما ينفعش لا تتقال كده. ايه سبب وقتها الاتهام يعني؟ ما هو الاتهام اللي وقتها قانونيا قالوا انه ما سددش اشتراك النقابه. لا انا الذوق بقى وقتها الفكره انه كان بعض القامات الموسيقيه شايفه انه انت هتفسد المزيكا باستخدام الاجهزه الالكترونيه. يعني اغلب شغل توزيعات حميد الشاعري كانت بالكيبورد، بالاورج اللي بيعمل اصوات، وبرامج الكمبيوتر، برامج التوزيع الموسيقي الجديده. ده كان بالنسبه للناس اللي لسه عايشه في زمن التخت الشرقي، ده بالنسبه لهم كان صعب، انك بتستغني عن عازفين للآلات الحية وبتعمل موسيقى زي دي. وبعدين طبعا قالوا اتهامات سخيفة زي زمن التنطيط والأغاني التنطيط، لأنه كانوا المطربين ساعتها الأغاني بتاعتهم ريتميك وسريعة وبيتنططوا على المسرح وهم بيغنوا. يعني من ضمن برضو الحاجات الانتقادات اللي سمعتها من أحد الموسيقيين الكبار، إنه يعني كانوا بيطلعوا يغنوا بتريننج صوت على المسرح. دي كانت موضة وقتها، كانوا بيطلعوا، والعالم كله كان بيعمل كده في الوقت ده. لو رجعنا كل الحفلات هتلاقي نفس الحاجة يعني. بالظبط. فهم كانوا عايزين شكل المطرب يفضل زي ما هو، التقليدي اللي هم متعودين عليه، وشكل الموسيقى زي ما هو. والمعركه دي خدت وقت طويل جدا. يعني انا متذكر انه من نص الثمانينات لغايه نهايه التسعينات كان في اصوات لموسيقيين كبار بيطلعوا يهاجموا التجربه ويقولوا المزيكا البايظه، الاغاني التنطيط، ونفس المصطلحات الاكليشيهيه دي اللي بتردد. يمكن الوحيد اللي ما تورطش في ده الموسيقار محمد عبد الوهاب، من الناس اللي ما هاجموش التجربه دي، رغم ان هو رحل في وقت مبكر يعني مع 90 على ما افتكر او 91، لكن هو ما تورطش انه يهاجم التجارب دي. ولا حتى بليغ حمدي سمعنا برضه. وبليغ حمدي بصي، كل الفنانين اللي تجاربهم الموسيقيه بتتطور وجريئه عمرهم ما هيهاجموا اي جديد. ما يحبوش مش هيهاجموا الجديد خالص، لانه هو راجل فاهم انه الموسيقى بتتطور. هو نفسه محمد عبد الوهاب
طور في شكل الموسيقى المصريه وادخل اشكال موسيقيه اجنبيه وغربيه على الموسيقى المصريه. وبليغ حمدي طبعا من الناس اللي يعني من اعظم الملحنين اللي جم في تاريخ الوطن العربي. فدايما تلاقي الموهوب اللي انتاجه غزير ومتدفق ومستمر وبيتطور هو قابل على هضم اي تجربه جديده واستيعابها وتقييمها. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.